بعد وفاة والد لاعب نادي الزمالك كابتن محمد شحاتة، وبعد وفاة والده اللي بنطلب له كلنا الرحمة والمغفرة وان ربنا يسكنه في سيع جناته، كابتن محمد شحاتة كان مع الزمالك في الجزائر منتظرين مباراة اتحاد العاصمة اللي لعبت بالامس، وهم كانوا منتظرين الهزيمة والحمد لله حصلت، وان شاء الله في مباراة العودة تكون في هزيمة تاني. المهم انتقد الاستاذ محمد شبانه بشده ان الراجل ده ما نزلش من الجزائر يحضر دفنه والده تقديرا لنادي الزمالك. طب مين في نادي الزمالك قدر اللاعب اللي عمل كده عشان نادي الزمالك؟ مفيش. فكابتن محمد شبانه بيقول شيكابالا لما اتسال مين كان موجود من الزمالك في عزاء والد محمد شحاته قال ما كانش فيه اي حد راح غيري. وهنا الناس هتسال هو فين مجلس الاداره اللي المفروض اول الناس تكون موجوده تقديرا للي مرضاش يسيب الفريق ويحضر دفنه والده؟ اعتقد السبب الوحيد ان مفيش راجل تاني، مفيش راجل في المجلس يعرف يعني ايه اصول وواجب. المواقف دي بتبين معادن الناس. انا شفت ناس متضايقه ان والد محمد شحاته توفى قبل مباراه مهمه. مجانين يا استاذ محمد. كنت متخيل هتلاقي وفد من نادي الزمالك لتقديم واجب العزاء لجبر خاطر محمد شحاته، ومش كده وبس، ده المفروض يكونوا اول الحاضرين. ما اقدرش الوم على محمد انه ما جاش، جايز ما كانش فيه طيران، جايز مصدوم ومتلخبط ومش عارف ياخد قرار، جايز اهله قالوا له خليك مع فرقتك. لكن بصراحه كابتن محمد شبانه بيقول لكن بصراحه انا ولا 100 بطوله اهم عندي من وداع اغلى انسان عندي في الحياه. كنت اتمنى كابتن احمد سليمان ياخد زمايله في المجلس ويروح يقدم الواجب بدل الهيصه والدوشه اللي عاملينها في القنوات. هي دي حياتهم، ما يعرفوش يعملوا غير كده، لكن ما يعرفوش يعملوا الواجب يا استاذ محمد شبانه. لكن شابوه ان انت بتعلمهم الواجب. يمكن في مواقف جايه مش فاهم مش عارف ممكن يعملوا بكلام حضرتك ولا لا، بس اعتقد لا.